ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم المتجدده مملكه محمد وامينه. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. النهارده بقى جالي ضيوف وقلت بقى هعمل معاهم حاجات بسيطه كده عشان طبعا ايه الاكل كده ايه يبقى حلو. خليكم بقى معايا واوريكم انا هعمل ايه النهارده. هعمل الكبسه وخطواتها سهله وبسيطه، هوريكم خطوه خطوه وهنعملها مع بعض. وطبعا مش هنسى اقول لكم ان انتوا تحطوا اللايك، تنزلوا تصلوا على النبي. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين اول حاجه رفعت الحله على النار وحطيت فنجان زيت اهو زي ما انتوا شايفين، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطه كده. الزيت مش هيكمل يعني مسافه بس يتقدح قدحه صغننه كده، وهنقوم حاطين ايه البصل بتاعنا. طبعا مقطعه قوطه وفلفل حراق وفلفل مش حراق عشان خاطر برضو يديها طعم. وكده تمام. هننزل بقى ايه بالبصل على طول زي ما انتوا شايفين كده. بقى دي البصلة هتتعمل كده بالزيت. ننزل بقى طبعا بالطماطم، بس انا ايه مستنيه البصلة شوية تتقلب كده. خلاص البصلة تمام بس مش عارفة ليه بتفور. هننزل بقى كده طماطم. بس المفروض احط جزر بس للاسف انا ما عنديش جزر، فانا عملتها مرتين بالجزر. يعني ايه الجيش قال تتصرف مش اشكال. هنخليها كده تاخد ايه ملتين تلاتة وننزل ايه بالمية وكده بقى. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ننزل بقى بالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بقى ما المية تغلي هننزل بالكيلو اللحمة. انا عاملة كيلو ونص لحمة. هو كده يا جماعة المية غليت اهو. هنبتدي بقى ننزل باللحمة ده يا جماعة كيلو ونص لحمة اهو. هنبتدي ننزل بيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة زي ما انتوا شايفين بسم الله. ننزل بالكمية كلها كده بس واحدة واحدة كده بقى تتسلق براحتها. وبعد كده بقى ايه اوريكم الخطوة اللي بعديها. وكده انا بعمل بقى الشطشوطة. بصوا دي قوطة ودقة حمرا وفلفل وتوم وليمون وحبة خل. هضربهم في الخلاط وارجع اوريكم بقى ايه في الطبق. زي ما انتوا شايفين طبعا اللحمة استوت ودقتها لقيتها استوت، بس مستنية الواد يجيب لي الماجي عشان ملقتش ماجي عندي، وهوريكم برضو الخطوات. بصوا بقى كده ادي طبق الطماطم اهو. لما اتضرب بقى دي بقى كده شطه وريحتها ايه مشطشطه جدا زي ما انتوا شايفين. ده كيلو رز دلوقتي هنغسله مع بعض واوريه لكم. كده بقى بصوا بنغسل الرز اهو غسله بسيطه كده خالص. ايه خلاص كده بقى هنحط في الحله كده بقى. بصوا اللحمه بتاعتنا احنا دقناها الحمد لله استوت. بصوا شايفين قولوا شايفين. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بقى بالرز. عايزه اوريكم بقى شكل الرز مع الايه. حضر التوابل بتاعته واوريكم كل حاجه. خليكم معايا واللي ما حطش اللايك يعمل ايه. قولوا لهم يا ندى حط اللايك. يا جماعه ندى هي اللي بتصورني. اللي يدوس اكس يحط اللايك. طبعا زي ما انتم شايفين ده عود قرفه ودي ليمونه وده ملح ودي شطه وده فلفل اسمر وده ورق لورا واتنين ماجي وخلطه الكبسه الجباره. بصوا بقى ريحه خلطه الكبسه جامده. هنحطها دلوقتي كلها عليها. خليكم كده معايا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى عشان انا بحب اخلصها كلها كده بحط كده حبه عشان تبقى كلها نزلت كده يا جماعه. قلب بقى. بصوا هتبقى لونها اصفر وجميله. بصوا يا جماعه دي ما بتنزلش بتفضل طالعه كده على وش الحله. اول ما تغلي كده اوريها لكم. طبعا زي ما انتم شايفين حبيت اقول لكم ان انا ايه بشوفها دلوقتي لقيتها ابتدت تغلي. هدوس كده معايا واوريكم كل حاجه. زي ما انتم شايفين يا جماعه بقى دي بقى حزمه بقدونس كده وعلبتين زبادي والتوابل وضربتهم طبعا في الخلاط زي ما انتم شايفين. زي ما انتوا شايفين طبعا. ودي بقى ايه بتخلي تريح الصدر كده. اللي بيحدق من الشطه يلاقي بقى دي ايه تريح صدره كده. بصوا هي جميله وطعمها تحفه يا جماعه. جربوها على ضمانتي هتعجبكم قوي.
طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو الرز ابتدى ايه تغلي مع اللحمه كده. بقى هوطي وهغطي عليها وهسيبها بقى لحد ما الرز يتشرب وتبقى الحمد لله كده استوت. كده يا جماعه حابه اوريكم كده بقى ايه شكل الحله الكبسه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا حاجه جميله. وبص الميه اتشربت، هسيبه كده 10 دقايق حتى يعني يستوي شويه، وبعد كده هطفي بقى عليه واوريكم التحضير. شايفين ولا الريحه بقى يا حبايبي؟ اقسم بالله ريحتها حلوه قوي. طبعا يا جماعه شايفين انا كده طفيت عليها وهقلبها دلوقتي معاكم كده. هقلبها كده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطلع بخار ايه محمد بعد جاب ايه كفته عشان نحطها عليها كده من فوق. هوريكم دلوقتي وانا برصها بقى. طبعا كله يحط اللايك يا جماعه ويصلي على النبي كده، قولوا عليه الصلاه والسلام. يا جماعه انا طلعت الصينيه اللي انا هحط فيها اهو، ودلوقتي بقى بغسلها. طبعا هي نضيفه بس برضه لازم اغسلها زي التأكيد وانشفها وهوريها لكم بقى. جماعه بصوا هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي الكبسه كده فين في الحله ونبتدي نرصها بقى يا جماعه. طبعا هنطلع اللحمه كده من فوق. هو الرز ايه معمول. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك يا امينه. ايه رايك في الريحه بذمتك يا جميله بجد؟ تسلم ايديها بجد تحفه. بصي بقى نطلع اللحمه كده بره. اللحمه ايه عايزه تستخبى مننا بس على مين لازم نطلعها بره كده. شايفين يا جماعه؟ قولوا ايه شايفين. طلع اللحمه كده. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين هنرص بقى الكفته. خليكم معايا. طبعا زي ما انتم شايفين دي فراخ جايبينها من تحت برضه بنرصها كده يا جماعه عشان دلوقتي اوريكم بقى انا عندي مين. يا جماعه حاجات بسيطه كده نرصها كده. كلوا شايفين بقى يا حلوين. بصوا بصوا يا جماعه اهو. تعالوا بقى اوريكم ايه الكبسه كده بقى يا جماعه. انا برص الكفته اهو يا جماعه. كفته سخنه مولعه اهو يا شباب زي ما انتم شايفين اهو كده. هرص بقى بقيه الكفته في طبق كده يا جماعه. بقى دي برص الكفته اهو في طبق كبير زي ما انتم شايفين كده. طلع العيش دلوقتي والطحينه بقى وكله يا جماعه. كله يحط اللايك كده يا جماعه. يا جماعه انا كده بقى حضرت زي ما انتم شايفين. وريهم يا بسمله يا ندى. بصي يا جماعه حضرت طبعا ايه الصينيه وحضرت الكفته وحضرت الفراخ. طبعا يا جماعه انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. يا رب يبقى الفيديو بتاعي والطريقه بتاعتي عجبتكم. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.